السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهاردة هنعمل مع بعض كيكة الكراميل. بجد يا جماعة فظيعة، طعمها حلو قوي، خفيفة وهشة ومفرغة كده ومش مكتومة، وصوص الكراميل اللي عليها مديها طعم حلو قوي. بجد ان شاء الله هتجربوها تعجبكم. يلا نسمي الله وهنشوف المقادير ونشوف عملنا ايه. وقبل ما نبدأ الفيديو يا تنسيش تعملي لايك وشير ومتابعة القناة. معنا كوب الا ربع زيت، وكوب الا ربع سكر، وكوب وربع لبن، واتنين بيضة، وكوب ونص دقيق، وباكو كريم كراميل، وكيك شيف، واتنين فانيليا. وهنجيب الخلاط وهننزل باللبن، وبعد كده هحط السكر، وهحط ظرف كريم الكراميل، وهنزل بالزيت، وهخلط كل ده في الخلاط. وبعد ما نضرب كل ده كويس في الخلاط هنشيل من الخليط بتاعنا نص كوب، هنركنه على جنب زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هكمل بباقي المكونات بتاعتنا. هروح نازله بالبيض، وهحط الفانيليا، وما تنسيش تحطي معلقه خل. الخل معانا بيخلي الكيكه هشه. وهكمل ضرب تاني في الخلاط. وبعد كده هنجيب اي بولة عندك وهتنزلي بالخليط، هتفضيه بالشكل ده. وهنبدأ بقى نحط الدقيق شوية شوية عشان ما يحصلش معانا اي تكتلات، اي بزغلة يعني كده. وبعد كده هحط باكو كيك شيف وذرة ملح، وهكمل تاني بالمضرب. وطبعا يا جماعة كل ده في اتجاه واحد، يعني مينفعش تلف يمين وكده شمال. هنا بقى جهزنا الصينية مدهونة سمنة متبطنة بالدقيق، وهبدأ بقى انزل بالخليط كده. خلاص جهزت معانا. هبدأ بقى احطها في الفرن على الرف الوسطاني على درجة حرارة 180. وبعد ما استوت معانا بالشكل ده هسيبها ترتاح كده وتهدأ ربع ساعة ونص ساعة. وبعد كده هبدأ بقى اشربها بنص كوب لبن. ما تحطيش كتير، هو نص كوب كويس، بيطريها ويديها طراوة حلوة قوي. نفرد عليها كلها كده بالشكل ده. وبعد ما تبدأ تشرب اللبن هنبدأ بقى نزينها بالصوص اللي احنا شايلينه في الأول اللي هو نص كوب. كده فردناه عليها بالشكل ده كده. هنجيب بقى ظرف الكريم السائل اللي موجود في الكريم الكراميل، وهنزينها بيها بالشكل ده. بس كده طبعا بتزينيها الشكل اللي انت عايزاه، وبأي عصاية بتاعت الشيش طاووق، وتبدأ بقى تعمليها وتزينيها بالشكل ده كده. كده خلاص بقت معانا بالشكل القمر ده. والله يا جماعة فظيعة بجد، والله جربيها مش هتندمي بجد. طرية كده، واللبن اللي احنا حاطينه مديها طراوة وهشة وخفيفة، مش مكتومة كده، لا لا فظيعة بجد. وسكرها مظبوط. وطبعا مكوناتها كلها عندنا في البيت، ومش هتجيبي اي حاجة من بره، كل حاجة في الخلاط، سهلة جدا وبسيطة. يلا قومي اعمليها واستنى رأيكم في الكومنتات. واشوفكم على خير الفيديو الجاي. وما تنسيش تعملي لي لايك وشير ومتابعة للقناة عشان يوصلك كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.